هي العربية اللي بتاكل البنزين دي مش أنا اللي ببوظها؟ شويه معلومات لو انت جديد في السواقه مهم جدا ان انت تبقى عارفها. المساعدين بتاعه العربيه مسؤوله عن الراحه بتاعتك في المطبات وفي الحتت المتكسره، فلو مشيت في حته متكسره وحسيت ان العربيه بتهبط بيك جامد يبقى المساعدين محتاج يتعمل لها صيانه. يعني هي المطبات الموجودة ديت مش عيب في الشارع؟ هي المطبات موجوده وكل حاجه، بس المساعدين بتبقى مسؤوله ان هي تخليكي تاخديها بالراحه. فلتر البنزين بيتغير كل من 30 ل 40 الف كيلو، وده مهم جدا عشان ما يدخلش شوايب جوه الموتور. يعني هي لو العربية بتكركر ممكن يكون الفلتر هو السبب؟ هو فعلا فلتر البنزين لو متوسخ هيأثر على أداء الموتور. زيت الفتيس بيتغير كل من 60 ل 100 ألف كيلو، وده مهم جدا عشان بيأثر على أداء الفتيس والحركة بتاعته. وأنا اللي كنت فاكرة إن زيت الفتيس ده ما بيتغيرش. كل السوائل اللي في العربية لازم تتغير بانتظام. لو لاحظت إن العربية بتستهلك بنزين أكتر من العادي ده ممكن يبقى سببه إن الفلاتر محتاجة تتغير أو في مشكلة في حقن البنزين بتاع العربية. يعني هي العربية اللي بتاكل البنزين دي مش أنا اللي ببوظها؟ لا فعلا دي ممكن تبقى مشكله تقنيه في المحرك. ركن العربيه فترات طويله في الشمس ده ممكن ياثر على الدهان بتاعها ويعمل مشكله كمان في الكبوت بتاعها. الافضل ان انت تغطيها او دايما تبقى راكنها في مكان فيه ظل. عشان كده التابلو دايما بيكون سخن. بالظبط، حمايه العربيه من الشمس ده بيوفر عليك فلوس في الصيانه. الجثمان بتاع العربيه مش بس مسؤول عن ان هو يخرج العادم بتاعها، لا ده كمان لو حصل فيه تسريب بيأثر على حركه الموتور بشكل كبير. يعني هو الصوت العالي دوت مش عشان العربية سبور؟